سلام الله عليكم، سلاما يتلو سلاما. أنا الطالبة زينة كعبي من الصف الرابع من مدرستي بلاد بن رباح من دولة فلسطين مدينة نابلس. سألقي عليكم أبيات من معلقة زهير بن أبي سلمى. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينله، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهدم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسآل يوما سيحرم.